سلام. هذا الفيديو هذا تا هو من سد الوحده، غادي يكون فيه اجزاء. يعني كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق فاش كنا في الطريق ديال السد. دابا غنولي غادي نوريكم فاش وصلنا للسد الوحده. هو هذا سد الوحده، اكبر سد في شمال افريقيا، اكبر سد في المغرب. يعني هذه غير واحد البلاصه فين الناس كتجي باش تشوف، لا بغات تدخل في الفلوكه ولا بغات حتى تعوم هنايا، ما كاين حتى شي مشكل. المهم ان هاد البلاصه هذه يعني صالحه للزياره، العائلات كيجيو هنا، العائلات تيرتاحوا. ولكن بالنسبه للسد راه كبير كبير، ما تيتحدش، يعني كبير بزاف. غادي يكون فيهم اجزاء نوريكم من فيديوهات من داخل السد، يعني من داخل فاش كنا في الفلوكه. يعني انا ما تنقدرش نعوم فيه لان السد شويه تيكون خطر، تيكون كما عارفين السد ماشي بحال البحر. السد خطر، وحتى الواد الناس اللي تيعوموا في الوديان حتى هما راهم خطر. سدود الله يستر، شحال من واحد مات في السدود، لان السدود راكم عارفين ما تكونش المواج كتدفع ولا شي حاجه، كيكون الماء هادئ، وكيكون حتى لتحت يقدر يكون الطين، يعني اللي هو الغيس ولا شي حاجه، ما كتعرفيش شنو يكون لتحت. السد كيكون شويه خطر. كنبه العائلات اللي كيديو وليداتهم هنا للسد يحاولوا ما يعوموش، يعني يتساراو يمتعوا عويناتهم يشوفوا، وحتى العام يعوموا غير في الطريف، ما يدخلوش للوسط لان الوسط كيكون غارق بزاف. كما عارفين السد ما عرفت تقدر تكون شي 60 متر ولا اكثر، ما نقدرش نقول يعني ما تيتحدش الغرق ديالو حتى هو. بالاخص انه راه بين الجبال، يعني شوفوا الماء تبارك الله، الماء ديالو صافي، وكانت الحراره عرفتي، والماء واعر غزال غزال. ايوا، المهم شوفوا اللي بغات تجي لهاد البلاصه هادي راه صراحه زوين. كي هاد البلاصه هادي كيقولوا لها صغيره، يعني كاين تما قهاوي، كاين مطاعم، كاين البلاصه حتى لا جا الناس برانيين يعني على البلاد، يعني عندهم فين يجلسوا، عندهم فين ينعسوا، عندهم فين يتقهواو، وعندهم فين ياكلوا. كل شيء كاين تمايا، كل شيء كاين، يعني يتسارى في نفس الوقت وياكل ويشرب وينعس. وما كايناش كيف ما قلت لكم غير هاد البلاصه هادي، كاين بلايص كتار. غير حنا جينا لهاد البلاصه هادي لان كنا حنا مشينا حتى العشيه، كيف ما كتشوفوا راه وقت الغروب، يعني قربت الشمس تغرب. يعني راه كتبان لكم تما راه الشمس ضاربه في داك الجبل، يعني راه قرب وقت الغروب، يعني ما بين العصر والمغرب، مبقى والو هنا المغرب. يعني حنا جينا معطلين للسد، جينا في الصباح صراحه وقضينا احسن يوم. ولكن ان شاء الله غادي نعاودو نزورو هاد البلاصه هادي، لان المغرب جميل وفيه ما يتشاف صراحه. هذه البلاصه هي غير في الباديه وفي بين الجبال، يعني سد جاي غير بين الجبال، وخدا واحد البلاصه غزاله يعني. ما كنظنش هاد البلاصه هادي شي نهار غتنشف من الماء. شفتوا شحال كبير؟ هادي راه غير واحد البلاصه اللي هي صغيره. المهم نتوما تمتعوا مع راساتكم في هاد الجبال وهاد الشيء، لان غيكون كيف ما قلت يكونوا اجزاء. حنا عندنا الماء الحمد لله، والماء الحلو، الماء ديالو سبحان الله، لا سبحان الله العظيم، الماء ديالو زوين. الماء دي كاين واحد البلاصه يمكن ان الانسان يشرب منها، الماء ديالو غزال غزال صراحه. يجي هنا غير شي فلوكه ويجلس ويبقى غادي. غادي حتى يشوف واحد هنايا، واحد البطه تيعوموا، ها انتو شبعانين مع راساتهم عوما. ما كاينش غير هادو، كاين بزاف كاينين. كاين حتى الحوت، الحوت الصغير. كاين هنايا لقينا واحد الناس كيصيدوا في واحد الجهه، كاين حتى السمك الحمد لله. سد عامر بالخيرات. المهم انا ما بغيت لا حوت، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت نشوف، بغيت زعما مثلا نصيد ولا نشري من تما الحوت، بغيت نشوف غير هاد المناظر هادو وارتاح، لان كانت النفسيه صراحه كانت تعبانه بهاد الايام هذه. كيف ما كنتو شفتوا المشاكل اللي كاينه مع الخوت الجزائريين. نقول لهم خوت، واخا هكاك ماشي مشكل، كانوا مشاكل. ومشينا صراحه نبدلوا الجو، كيف ما تيقولوا بدلنا الجو وارتاحينا الحمد لله. شفنا خيرات البلاد، شفنا المغرب فين واصل.
شفنا بزاف ديال الحوايج. الحمد لله على ملكنا اللي باني السدود وحامي الحدود، حامي الحدود من اي حاجه، وباني لنا السدود باش المغرب ما يخصوش الماء كي جا الجفاف كي جا الشتاء. الحمد لله خيرات البلاد كيف ما كتشوفوا هنا راس غادي 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 بحال شي بحر تبارك الله ما تيفناش. والله يرحم الحسن الثاني هو اللي كان بنى هذا السد هذا، الله يرحمه ويغفر ليه ويجعله في ميزان حسناته، لان هذه راه صدقه جاريه. هاد الصدقه هذه تبقى له رحمه ومغفره في القبر ديالو. يعني اي واحد مشى لهذا السد هذا تيقول الله يرحم الحسن الثاني ويجعل المثواه الجنه، هو والاباء ديالنا والام، واي واحد مثلوا الام ديالو والاب ديالتهم الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنه، مع الصالحين والصالحات وفي مقام الانبياء والاولياء، يا ربي ترحمهم وتغفر لهم وتجعلهم من اهل الجنه. هادشي اللي غادي نقول لكم. وزعما الله يرحمه والله، يعني السد واحد السد رائع كبير، وماشي غير هاد السد هذا، انا غير جيت لهاد السد هذا نوريه لكم لان كيف ما قلت لكم اكبر سد في شمال افريقيا هو هذا. بحثوا عليه الى ما تيقتوش كيف ما كتشوفوا، بحثوا على هاد السد هذا غتعرفوا سد الوحده شحال كبير وشحال فيه من كيلومتر وشحال فيه هاد الغرق وشحال فيه داير بحال شي نهر، بحال نهر النيل كيفكرني فيه سبحان الله. الماء ديالو غزال، وهو فاش كتدخلوا كتلقاو هاد الطبيعه هكا خلابه، طبيعه غزاله. هانتوما الناس هنايا، هادو الناس اللي ساكنين هنا، يعني راه كاينين سكان الفوق، راه لاحظتوا راه كاينين سكان في الجانب ديال السد الفوق. الحمد لله السد ما تيفيضش ما حتى شي حاجه، راه السكان فين كاينين شفتوا كاينين الفوق، الناس اللي ساكنين هنايا، وفين كاينين المطاعم، فين كاينين الناس اللي المنازل للكراء اللي بغى انه يكري باش انه يجلس هنا يومين ولا 3 ايام او شحال ما بغى. وكيف ما قلت لكم احنا جينا في وقت الغروب، في وقت الغروب كي تكون الدنيا غزاله. شوفوا اما كان الصباح كان غيجي التصوير عاد كان غيجي التصوير احسن، كان غيجي التصوير رائع، ولكن ماشي مشكل اننا جينا. المهم اننا جينا شفنا كيف النهار كي الصباح كي العشيه بحال ماشي مشكل. نتمنى ان المغاربه يزوروا هذه البلاصه اللي ما شافش سد الوحده يشوفها، يجي يشوف هذه البلاصه هذه، يجي في النهار باش يستغل الوقت، لان ما يكفيكمش غير وقت غير العشيه كيف ما جينا حنا غير في العشيه. الصراحه ما كافيش، خاص الناس يجوا اجيو حاولوا انكم تجيو في الصباح بكري، قيلوا هنا تغداو تساراو شوفوا الطبيعه شوفوا المياه، وحتى لو بغيتو باتوا زيدوا قضيو هنا يومين او 3 ايام. يعني كاين ما يتشاف كاين ما يدار. انا كيف ما قلت لكم جيت غير واحد البلاصه اللي هي قريبه، وفي لوكا ركبنا فيها حتى العشيه، قضينا فيها واحد ساعه بواحد كيقول لك شحال بغيتي، ساعه ساعتين بواحد الثمن اللي هو رخيص ما غاليش. المهم انا عجبني المنظر وبغيت نشاركه معكم، بغيت نبارطاجيه معكم، وبغيت حتى الجيران ديالنا والناس اللي كيدخلوا عندي يشوفوا البلاد ديالنا فين غاده وفين زايده. حنا ماشي هذا الشيء هذا راه هذا السد راه قديم، يعني هذا السد هذا راه فاش كنت انا صغيره كان كيتبنى. ايوا المهم هو هذا سد الوحده، والفيديو قرب يساليو الى فيديو اخر لحقاش مازال فيه اجزاء، غندير لكم فيه بزاف الاجزاء على السد. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل ومع الاحباب.